مبروك، الاهلي بيفوز بصعوبة على حرس الحدود 3-2 وبيقلص الفارق بينه وبين الزمالك ل4 نقط قبل الماتش الجاي بتاع الاهلي والزمالك. احنا بنكسب بصعوبة يا جماعة، احنا بقينا نكسب بشق الانفس. اتقدمت بجون، تعادلت، جبت الجون التاني قبل نهايه الشوط الاولاني، الشوط التاني اتلسعت التعادل وفضلت كده لحد ما الجون التالت جه، كسبت الماتش. سيناريوهات غريبه قوي، انت ما بتكسبش باريحيه بقالنا فتره حبه حلوين، ما بنرتاحش، ما بنطمنش. انت عشان تطمن عايز تفوز فرق 3 عشان تبتدي تطمن. لا، اي فرقه بتلعبها بقى خلاص، اي فريق مش هتفرق، وده حاجه صعبه جدا. يعني احنا بقينا زينا زي فرق الوسط. يعني في ايه؟ الاداء اتحسن شويه الماتش بتاع السيراميكا والحمد لله كسبنا 1-0 برضه بالعافيه. النهارده حرس الحدود وقلنا عايزين نلعب ماتش بقى نكسب بقى ناخد ثقه قبل ماتش الزمالك. اول 3 دقائق جراديشار جايب جون حلو قوي قوي قوي، بعدها على طول محمد هاني يعود اخيرا لمستواه الطبيعي ما شاء الله عليه. كده انا اطمنت لما محمد هاني بقى ده مستواه، يبقى انا كده اطمنت. الحاجات اللي فاتت دي كان عيان والحمد لله خف الماتش ده. ايه الغلطه اللي عملتها على الخط دي؟ انت اللي جوه والمدافع ولا اللي هياخد منك الكوره ده لبره وهو خد الكوره. ايه ده؟ عرضيه ياسين اتاخر في التغطيه وشوبير طلع غلط وطلع ياسين هو اللي حطها اصلا. وبعدين كملنا الشوط الاول كده الجميل. عندنا بقى ناس جميله بقى، عندنا حسين شحات جميل، تريزيجيه جميل، عندنا طاهر. الروعه دي، الروعه دي يا طاهر. للامانه انت عملت جالك واحده حلوه، محمد هاني عمل لك اوفر كده عملتها على صدرك ورحت شايطها، كانت هتبقى حلوه قوي. ثم لماذا هنستحمل بقى كل ده؟ ليه هنستحمل بقى طاهر وحسين وتريزيجيه لما يبقى وحش ويعني وهاني ايه بقى يا جماعه؟ احنا في ايه بقى؟ مالنا احنا في ايه؟ جالنا ضربه جزاء، ياسين مرعي جاب ضربه جزاء في اخر الشوط الاولاني. برضو في لقطه انا اللي شفته في التلفزيون ان المفروض اللي كان هيشوط طاهر، هو اللي كان واخد الكوره وهيشوط، فجاه زيجيه برضو خد الكوره. انا مش عارف برضو الوضع ايه. انا عارف ان طاهر مش من ترتيب الناس اللي بتشوط ضربات الجزاء، بس هو ليه خدها اصلا؟ يعني مين الغلطان؟ بس عشان قبل ما ننتقد حد نشوف هو مين اللي غلطان. هو طاهر اللي ملوش فيه واخد الكوره، ده غلط. هل لو هو قال طاهر وتريزيجيه راح خدها فده غلط، بغض النظر ان الكوره جت. الاحترام في الحاجات دي مهم. خلص الشوط الاولاني 2-1. الشوط الثاني رحت بلسوع التعادل بكوره غريبه ما حدش غطى فيها. كان طاهر هو اللي المفروض مع الراجل، وبيقولوا ان هو اون جول على طاهر، مش متاكد قوي يعني، بس هو ساب الراجل يعني، بس خلاص عادي ما غطاش يعني. والكوره كانت نازله صعبه جدا على شوبير بصراحه، شالوه على الجول الثاني. وبانه برده بعدها شال انفراد، كان هيبقى 3-2 لحرس الحدود وكان فاضل تقريبا ربع ساعه ولا حاجه ولا تلت، كنا خلاص بقى يعني. لو كنا تعادلنا كنا هنزغرط، اطلع في الفيديو زغرط. تعادلنا مع حرس الحدود الحمد لله. التغييرات بقى، بن شرقي نزل، يعني انا برده حاسه طاري لسه، بس يعني بيحاول. عبد القادر يعني لسه في البدايه برده ما بانش. في حاجه بقى يعني اثبتناها، يعني اثبتت بالتجربه مرارا وتكرارا ان ثنائيه ديانج ومروان ثنائيه فاشله. يا ريت ما نكررهاش تاني، ولو حد هيلعب فيهم واحد بس هيبقى مروان. احترامي الكامل لديانج وحبي الشديد لديانج، الثنائيه دي مش راكبه. احمد رضا بقى ومش عارف ايه نلعب شويه. عمر كمان، مش عارف عمر كمان نزل ليه اصلا ولعب باك شمال ليه نزل وليه لعب باك شمال، بس يعني ما علينا، ما خدناش بالنا منه قوي يعني. الماتش على كده وخلاص. في الاواخر كده جه الجون الثالث الحمد لله بتاع الاساس يعني تريزيجيه، وياسر ابراهيم كملها. ياسر ابراهيم عامل ماتش روعه. كنت سايب بقى الكريزه للاخر بقى. محمد شريف ايه؟ مين؟ ليه؟ خير؟ مالك يا ما في ايه؟ ده انت لا عارف تباص ولا عارف تستلم ولا عارف تشوط، وجالك فرص بتضيعها بشكل رهيب. مالك يا بابا؟ ما كنتش كده زمان، كنت مخيف، بقيت مريب، بقيت ضعيف، بقيت خفيف، بقيت اي حاجه تانية بقى على الوزن بتاع شريف ده. مش هنستحمل المنظر ده يا عم. العب من غير مهاجم خالص. لو مش هتلعب جراديشار اساسي، حد انا برده مش جراديشار مش قد كده قوي معايا يعني، بس يعني ده المتاح. فلاعب جراديشار لحد ما يناير يجي، تشوف بقى هتعمل ايه، هتمشي مين، تجيب مين، هتبيع مين، يعني الشقلبه اللي ممكن تحصل في يناير. انما غير كده شريف ده ما يشمهاش. حصل حاجتين بقى بعد الماتش ما خلص، خبر ولقطه. الخبر ان عماد النحاس اعلن ان جراديشار اتصاب. دي اصابه النهارده، ما احنا لازم نطلع باصابات. ازاي كان الماتش هيعدي من غير اصابات؟ الله اعلم بقى، لسه هنشوف اصابته عامله ازاي. طبعا ممكن كده من حاش الزمالك هنلبس محمد شريف. اللقطه الثانيه بقى اللي زعلتني قوي 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 وعيب وما تصحش، وتبين برضو ورا الكواليس كده ان اللعيبه فعلا شايله من بعض، ما بتحبش الخله، بقى في حاجه مش مظبوطه. لما مروان عطيه خد رجل المباراه، الراجل رايح يديله الجايزه، ياسر ابراهيم راح مسكه قال له انا عايز اسالك سؤال، انتوا بتدوها على اي اساس؟ وزميله واقف وراه. ايه ده؟ الحاجات دي كنا عمرنا ما بنشوفها اساسا. دي حاجه شرفيه ملهاش اي
اي معنى خد جايزه المباراه. تريزيجيه خد راجل مباراه انبي، يعني في ايه عشان جاب جول؟ وهل هو احسن واحد ولا احسن ولا نيل؟ مروان لعب حلو وياسر لعب حلو، بس مش معنى كده ان هم اختاروا اي حد ان انت تروح تقول له انتوا بتختاروا على اساس انت متضايق ان هو خدها وانت ما خدتهاش. زميلك واقف عيب، صحش اللقطه دي ما عجبتنيش. عموما مبروك الثلاث نقط من فم الاسد حرس الحدود. مستوى يعني ما يطمنش طبعا قبل ماتش الزمالك، لا انا متوقع خير طبعا اكيد في ماتش الزمالك، ربنا يستر. على عسى يكون ماتشات الاهلي والزمالك مختلفه شويه واللعيبه تفوق تلعب كويس، يحصل اي حاجه، لان بالمستوى ده الزمالك طبعا اعلى مننا بكتير، فربنا يستر على الماتش الجاي. السلام عليكم.